بسم الله الرحمن الرحيم. الطبيب النفسي اليهودي النمساوي فيكتور فرانكل، كتابه هو الإنسان يبحث عن المعنى، صدر عام 1946 ويعد من أهم كتب علم النفس والفلسفة في القرن العشرين. يسرد الكتاب تجربة المؤلف القاسية داخل معسكرات الاعتقال النازية، وكيف استخلص منها نظريته في العلاج النفسي المسمى بالعلاج بالمعنى. يصف فرانكل الفظائع والظروف اللا إنسانية في معسكرات الاعتقال، وكيف فقد معظم المعتقلين الأمل والحياة بينما استطاع القليل الصمود. إن الدافع الأساسي للإنسان ليس البحث عن المتعة أو السلطة، بل البحث عن معنى وهدف في الحياة، حرية الاختيار. يوضح فرانكل أن الظروف الخارجية قد تسلب الإنسان كل شيء، لكن لا تستطيع سلبه حريته في اختيار ردة فعله تجاه تلك الظروف. العلاج بالمعنى تقوم على مساعدة الفرد على إيجاد غاية يعيش من أجلها، مما يمنحه القدرة على تحمل الألم والمعاناة.